طبعا نحن مكلفون بتشكيل الحكومة، ولكن هذا التشكيل يجب أن يكون محترما لإرادتهم، وإلا فإنه لن يبقى للديمقراطية معنى. الإصلاح ماشي سهل، الإصلاح عنده خصوم، وهؤلاء الخصوم حاربونا ويحاربونا وسيحاربونا إلى النهاية. وإذ أعيا البحث والتعمق في مسار الحزب وفي إنجازاته وفي سيره وفي تسييره للحكومة وللجماعات، ولم يجد خصومه شيئا أو يكادون، فإنهم لما أعيتهم الحيلة ذهبوا يبحثون في نواياه وينقبون في سرائره عسى أن يجدوا شيئا، فلما لم يجدوا ذهبوا يختلقون الأباطيل. وهذا لعمري سنة الله في خلقه، أن كل دعاة الإصلاح اختلقت حولهم الأباطيل عبر التاريخ، ولكن هيهات، فإن الحق أبلج والباطل لجلج كما يقال. خديت الحمد لله الوقت، انتظرت بعد 10 أيام على ما تأكد فوقاش الإخوان ديال الأحرار غادي يجيو، ثم بعد ذلك بدأت التشاور مع الأحزاب الأخرى، ثم بعد ذلك انتظرت أن يعقد الإخوان الأحرار مؤتمرهم ويختاروا بطريقة ديمقراطية رئيسهم. لكن مع الأسف الشديد ظهرت اشتراطات لم تسمح لتكوين الحكومة إلى اليوم، وكان من المفروض أن تبقى رئاسة البرلمان في الأغلبية المحتملة، ولكن الإخوة الآخرين ارتأوا أن يكون مرشحهم ومرشح الاتحاد الاشتراكي، لم نحاول عرقلة ذلك بأي وجه. وإذا اقتضى الأمر أن نضحي حتى برئاسة الحكومة لصالح الوطن فنحن مستعدون. رحمة الله على الديمقراطية. هذا الحزب يلاه جاب 20 مقعد، العدالة والتنمية غير في الجهة ديال الرباط جاب 22. شوية ديال التواضع، شوية ديال التواضع. الوقت اللي قلنا له دخل بقى كيتلعب، غادي يجي الوقت غادي نقولوا التفاصيل. اليوم انا ما وجهت له حتى شي دعوه، صافي فضينا قلنا الاغلبيه السابقه الاغلبيه السابقه. علاش هو كيجاوبني؟ انا ما غنجاوبوش. علاش غنجاوب؟ انا هضرت مع اخنوش ومع العنصر، جاوبوني مبارك مسعود، ما جاوبونيش غنعرف اش ندير. جايب 20 وديتي رئاسه مجلس النواب، بارك عليك. هل المقصود هو إهانة حزب العدالة والتنمية وعبد الله بن تيران؟ إن شاء الله هذا لن يقع. الانتصار الانتخابي مزيان الحمد لله عليه، ولكن خصنا اليوم نثبتوا، لأن المواطن اللي تاق فينا عطانا الصوت ديالو، بحال اللي تاق فينا خصنا نثقوا فيه، نثقوا فيه بأنه احنا وياه مجموعين سننتصر في النهاية إن شاء الله الرحمن الرحيم، إذا نحن لم نفرط فيما استأمننا عليه من أصواته في الماضي البعيد إلى قرون خلت، وفي الحاضر المضطرب الذي تتبدل معالمه كل يوم بتهديدات جديدة. ولكننا واثقون أننا إذا بقينا لحمة واحدة ملكا وشعبا ومؤسسات وأحزاب سياسية أننا سننتصر في النهاية، وأنه لن يقع لنا أي مكروه إن شاء الله الرحمن الرحيم. طبعا بيناتنا خلافات، ولكن الحمد لله حيث كنقدروا جميع المصلحة ديال البلاد أولا، حيث كنقدروا جميع الثقل ديال المسؤولية والأمانة اللي وضعها فينا المواطن، حيث كنعرفوا باللي هذا الشيء كله المقصود به هو أولا وقبل كل شيء وجه الله والدار الآخرة. وإذا كيخصنا نصبروا على بعضياتنا ونبقاو يد واحدة ونكونوا مثال كما نحن مثال لحد الآن في العملية الديمقراطية، في عمليات الترشيح، في عمليات الاستوزار، في العمليات الديمقراطية الداخلية، في
المواعيد ديالنا الداخلية. بهذه الطريقة فقط يمكن أن نحافظ على احترام أنفسنا، وملي كل واحد فينا يشوف الآخر يشوف فيه الفضيلة، ما يشوفش فيه الرذيلة، وما يشوفش فيه يعني الحرص على مصالحه الشخصية أو العائلية أو حتى الحزبية. وبهذه الطريقة سينظر إلينا المواطنون. انظروا إلى المواطنين.